بسم الله الرحمن الرحيم، وعليه نتوكل وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الفيديو اليوم عن طريقة خبز وخبز عادي وخبز محشي بالأجبان وخبز زعتر. فنبي نبدأ الحين بالطريقة. المقادير كتبتهن لكم على الشاشة. اللي تبي المقادير أو عجنها إن شاء الله أسويها مرة ثانية وعجنها قدامكم، بس هنا كنت مستعجلة ما صورت الطريقة. هنا الآلة هذه حقت الخبز. سوينا خبز يصلح عشاء أو فطور، خاصة إذا كان محشي بأجبان. العجينة عبارة عن 5 أكواب دقيق. أنا بس كبرت ودبلت المقادير، لكن هي مقدار واحد. 5 أكواب دقيق، كوبين ونص ماء، ملعقتين زيت، ملعقتين حليب بودر، ملعقة خميرة، ونص ملعقة ملح. نعجنهن بالعجانة ونتركه نص ساعة يتخمر. بعد الاختمار نص ساعة نقطعه بالطريقة هذه اللي هي كور، ونخليها 10 دقايق، وبعدين نبدأ نخبز. أنا عملت بثلاث طرق: خبز عادي، وعملت خبز محشي بالأجبان، وخبز محشي بالزعتر. أول ما نبدأ نولع الفرن هذا الصغير، ونبدأ نرق العجينة. نرقه تقريبا نص سنتي سماكته تصير، وبعدين نحطه فوق الصاجة من فوق وندخله من داخل. الحين تشوفونه بالفيديو. ما شاء الله تبارك الله، طلع والله خبز بالحيل حلو. حتى بالأجبان أعجب أهل البيت ما شاء الله، لأنه جاهز ما يحتاج، كأنه سندوتشات. هنا ترقينا العجين، احنا عد مبتدئين بالرق. أنا عامله بالمرقاق الخشب هذا نرقه به، لكن اللي تعرف بالطريقة هذه تسويه. شايفين الطريقة؟ لكن عادي لو عملتيه بالمرق هذا الخشب. تبلين العجينة والخبز من فوق بماء، هذا بخاخ ماء بس عشان ما يصير عليه طحين. وبعدين ندخله بالفرن من داخل، نشيله وندخله بالفرن من داخل. ما نكثر عليه من فوق، لا، مدة بسيطة يعني ثواني بس، بعدين نشيله وندخله داخل. تصلح بالفرن بالمطبخ، بس حبيت أنا أكون بالحوش، لكن تصلح تحطينه من داخل بالفرن، وتولعين عليه من تحت، وبعدين أو بنفس الصاجة تولعين عليه من فوق بالفرن، وبعدين تشيلين الصاجة أو الصينية وتدخلينها من داخل بالفرن. شايفين الخبزة بعد ما طلعت انتفخت من داخل، طلعت خبزة حتى يعني كليناه عادي كذا بس بدون شيء. حلوة وطعمها حلو. وشوفوا شلون صارت شقرة وحلوة. فتحتها قدامكم بس عشان كانت حارة، ولا فتحتها قدامكم الحين تشوفونها إن شاء الله. شايفين؟ هذه هي الخبزة. الحين افتحها. شايفين؟ بس كانت حارة. هنا بحشيها بالأجبان. حطيت مجموعة من الأجبان والزيتون وشوي بقدونس. الأجبان كانت عبارة عن موزاريلا وجبن كرافت وأجبان بالكيلو، هذا اللي تجي حامضة. مجموعة. ممكن تضيفين له زعتر، ممكن نفس الخلطة تحطين معها فلفل، سواء بارد حار، نفس الخلطة. وعملت خلطة ثانية عبارة عن زعتر. سبحان الله، لو قلتي العشاء خبز وجبن ما راح أحد يجي يتعشى ولا حد يقعد عليه، لكن لو سويتي بالطريقة هذه صراحة عجبهم كلهم.
ما شاء الله طلعت لذيذة وفعلا هي حلوة، لكن ما توكل بطريقة عادية، لازم الطرق اللي زي كذا أو تغيير، هذا يعجبهم وياكلونه. شايفين بعد ما نحشي العجينة هي نرقه من جديد، نرقه وندخله بنفس الطريقة الأولى، نفس الطريقة نحطها من فوق شوي وبعدين نرجع ندخله من داخل. هذا الجهاز أو الفرن يلقى بمحل تجهيز الرحلات، وهو يصلح تسوينه بالفرن من داخل بالمطبخ. تحطين زي ما قلت الخبزة بالصينية فوق على عين الفرن من فوق، بس شوي تخلينه وبعدين تدخلينه بالصينية من داخل وتحمرينه من فوق. شايفين بيت الشعر بنيناه بالحوش، إن شاء الله أعمل لكم فعالية داخل بيت الشعر. هذه الخبزة المحشية بالأجبان، شايفينها من الداخل مستوية، وهذه الأجبان طلعت والله حلوة. كأنها بيتزا بس محشية، تحطين جميع مقادير البيتزا داخل، فلفل جبن زيتون، كله تدخلينه من داخل العجينة، تحشينه بالعجينة وبعدين تدخلينه بنفس الطريقة بالفرن. عشاء سريع وسهل وتوزعينه عليهم وياكلون، وما يحتاج يعني لا صحون ولا شيء ولا غسل ولا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا قلت ما يحتاج صحون ولا غسل. أنا يعني أحاول أسهل على نفسي سواء بالغسيل أو الكنس أو يعني أشغال البيت، أحاول إني أسهل على نفسي، حتى لو عندك مساعدة أو عندك بناتك أو أحسن شيء التسهيل على النفس. يعني ما هو كل الوقت تكونين تشتغلين، تقضين من الطبخ، تبدين بالغسيل، تبدين بالكنس، تبدين يعني نحاول نسهل على نفسنا، يعني ما نقضي من هذا ونبدأ بهذا، لا نحاول يعني ما يقضي الوقت والعمر كله بالأشغال البيت. الله يعين الجميع إن شاء الله. أنا عملت كذا وحدة محشية بالجبن عشان بس توضيح للطريقة. بنات، استاهل لايك ولا ما استاهل؟ إذا استاهل لايك هالحين وانت تتفرجين حطي لايك، فضلا وليس أمرا. الحين إن شاء الله بنبدأ بالزعتر. الزعتر عملته بطريقتين، طريقة إنها تكون محشي من داخل، وطريقة لا على نفس الخبزة من فوق. الحين إن شاء الله تشوفونه. الحشوة ما نتقيد بهذه الأشياء، ممكن لحم مفروم حسب ذوق الإنسان، أو سبانخ، أو نخليها بخلطة المطبق اللي هو الكراث والبيض، يعني حسب ذوقك تقدرين تنوعين بالحشوة. هذه طريقة الزعتر، زعتر ومعه زيت زيتون، تحطينه بالوسط وتسكرين عليه تسكير جامد عشان ما تطلع الحشوة، ونرقه زي طريقتنا بالأجبان، نسكره زين ونرقه ونرجع نحطه بالفرن. بعد ما دخلت الخبز بالزعتر بقص لكم وحدة ثانية من هذه الأجبان، بعد ما بردت شوي قصيتها.
هذه فطيرة الزعتر، إن شاء الله أقصها لكم بعد قدامكم. بو طريقة للحشو. هذه الزعتر ممكن ترقينه دائرة وتحطين الحشوة وتصفطين عليها، يعني تصير نص دائرة أسهل. هالحين إن شاء الله تشوفونها بالتصوير. هذه محشية الزعتر. هذا مستوي، بس حبيت أوريك إنه مستوي يعني لو هو عريض. وهذا بعد الخبز العادي، ترقينه وتحطينه كذا عادي وتدخلينها الفرن، داخل الفرن تسكرين عليه. هذه تطلع خبزة عادية محمرة ومقمرة، ما شاء الله طلعت حلوة. تصلح تحشينها فلافل، تحشينها كأنها سندويتش. هذه الفطيرة بعد أجبان، بس بطريقة ثانية، طريقة الفرد والحشوة. حطيتها دائرة وحطيت الحشوة، بعدين سكرتها بطريقة انها تصير نص دائرة. الخبزة تصير نص دائرة اسهل، بدل ما تفردينها من جديد بدون فرد، تصير كذا نص دائرة. ونفس الطريقة بالفرن، من فوق وبعدين من تحت ندخلها وتطلع بعد حلوة. تشبه اللي يسمونه العراقيين الصمون العراقي، يعني اللي بيسويها بدون حشوة ويقصها، هذه نفس طريقة العراقيين يسمونه الصمون. هذا بطريقة ثانية، اني حطيته على الوجه بس، بعد طلعت حلوة. هذا بدون حشي، تحطينه على وجه الخبزة ومن فوق وبعدين من داخله من داخل، وشو هذه طريقته. هذا خبز الزعتر، وهذا الخبز اللي بالوسط محشي بالأجبان، والخبز العادي هذا اللي على الطرف خبز مدور. عملت أنا بثلاث طرق وثلاث أشكال، حشوتين وخبز عادي. هذا الخبز العادي قصيته لكم عشان تشوفون. تقدرين تحشينه انت جاهز، يعني مثلا عندك فلافل أو شيء تحشينه انت بدون فرن. شايفة طلع خبز حلو والله. علينا إن شاء الله وعليكم بالعافية. وفي نهاية الفيديو استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في حفظ الله ورعايته. مع السلامة.